المهمة معنا من القاهرة دكتور محمد سيد أحمد، أمين الشؤون السياسية في الحزب العربي الناصري. ومن جدة ينضم إلينا السيد خالد بطرافي، الكاتب والمحلل السياسي السعودي. أهلا بضيفينا الكريمين. دكتور محمد، هل هذا تنازل فعلا من قبل مصر للمملكة العربية السعودية؟ يعني لا يحق لأحد أن يتنازل عن الأراضي المصرية، ويعني ما يحدث عليها علامات استفهام كبيرة. لم نسمع من المسؤولين المصريين تفاصيل ما يحدث، في انتظار أن نسمع تفاصيل، خاصة أن يعني القضية يعني لابد أن تكون بالمستندات. يعني لا يجوز أن يأتي أحد ويتحدث عن تنازل عن أرض أو خلافات حتى على أرض. لم نسمع عن هذا الخلاف يعني على هذه الأرض، على الرغم من أنها أرض تحت السيادة المصرية منذ زمن بعيد. ويعني كل الجدل اللي بيدور حوالين هذه القضية للأسف الشديد يعني دون مستندات. خلينا يعني نتكلم على، إذا حبينا نتكلم على هذه القضية، في 3 أشكال من المستندات يمكن أن نستند فيهم إلى أنها أرض مصرية. المستند الأول أو المستندات هي يمكن تقسيمها ل3 أنواع. النوع الأول هو الاتفاقيات، أو يعني وده أرقى نوع، لأنه في اتفاقيتين: اتفاقية 1906، وهذه اتفاقية ما بين الدولة المصرية وما بين الدولة العثمانية، وتم فيها ترسيم الحدود، والجزيرتين يدخلان ضمن الحدود والسيادة الحدود المصرية. الشرقية المصرية. الاتفاقية طبعا الحدود الشرقية المصرية، وكانت الدولة العثمانية في ذلك الوقت يعني تضع هذه الحدود بين مصر وفلسطين. طبعا الاتفاقية الثانية هي اتفاقية الخزي والعار كامب ديفيد، لكننا الآن يعني في حاجة إلى الاستناد إليها باعتبارها اتفاقية دولية. إذا كانت الجزيرتين سعوديتين، لماذا لم تتدخل المملكة العربية السعودية وتقول أن هاتين الجزيرتين لا يدخلوا في المنطقة جيم المنزوعة السلاح اللي مصر يعني بتتعامل أو دخلت في إطار الاتفاقية، وكان عليها قوات دولية، لكن هي يعني تحت السيادة المصرية وبها شرطة مصرية. ده فيما يتعلق بالمستندات اللي هي على شكل اتفاقيات. هناك مستندات أخرى هي عبارة عن مستندات حكومية مصرية. وزارة الداخلية المصرية أنشأت يعني سنة 82 نقطة شرطة بقرار من وزير الداخلية تابعة لقسم سانت كاترين بجنوب سيناء داخل مدينة طيران أو جزيرة طيران. الثانية هي قرارات من مجلس الوزراء المصري ووزارة البيئة المصرية باعتبار الجزيرتين تابعتين لجنوب سيناء ومحميات طبيعية. والسياحة المصرية ومصر يعني هي التي تشرف عليها من هذا النوع. أما الوثيقة أو الوثائق الثالثة أو النوع الثالث من يعني الأدلة التي نقدمها في هذا الشأن بعد الوقائع وبعد المستندات الحكومية، يمكن أن نقدم بعض الوقائع الفعلية. الوقائع الفعلية، أول واقعة هي الاعتداء الصهيوني اللي هو العدوان الثلاثي على مصر سنة 56. يعني كانت التبريرات التي خرجت على من الكيان الصهيوني لإغلاق مصر مضيق طيران. هذا يعني أن مصر هي التي تسيطر على الجزيرة وهي التي تسيطر على مضيق طيران. الثاني هو حديث ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. حديث الزعيم الخالد جمال عبد الناصر في 67 صوت وصورة بيؤكد على أن مصر تغلق في 67 وقبل الحرب مباشرة. يعلن أن مصر تغلق مضيق طيران، وأي اعتداء على مضيق طيران اعتداء على الأراضي المصرية. يبقى يعني أين كانت المملكة في كل هذا الوقت؟
طيب، لكن السؤال هناك إذن، تفضل. وحضرتك ربما طرحت هذا السؤال بنفسك، يعني لماذا هذا التوقيت يعني بالذات، يعني وبعيدا عن أحقية أي طرف، مصر أو السعودية في هاتين الجزيرتين، لأن هناك جدل كبير في مصر، هذه المسألة واضحة تماما. لماذا هذا التوقيت بالذات، ولماذا ربط هذا الاتفاق ربما التاريخي، اتفاق مهم يعني لأنه يأتي ترسيما للحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في الوقت الحالي؟ يعني لماذا الربط هذا الموضوع بهذه الزيارة تحديدا؟ يعني خليني أأكد لحضرتك أنه يعني الأمور غامضة، ويعني في تكهنات شديدة في هذا الأمر. هناك من يعني يطرح تحليلات يعني كلها لا ترقى إلى يعني حد المعلومات، ولكنها كلها عبارة عن تحليلات. التحليلات تقول أن هناك تحليل يعني يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية تطمع في إقامة يعني على هذه الجزيرة، جزيرة تيران، أن تضع قاعدة عسكرية لها لكي يكون لها موطئ قدم بالبحر الأحمر، وهذا حلم أمريكي قديم. هذا واحد، وأعتقد أنه إذا كانت تحت السيادة السعودية فيمكنها، لأن الأراضي السعودية يعني عليها أصلا قواعد عسكرية أمريكية، ما فيش مشكلة بالنسبة للسعودية، لكن الأراضي المصرية ما عليهاش قواعد عسكرية، وبالتالي في إشكالية. الاقتراح الآخر أو الطرح الآخر أو التحليل الآخر في هذا الشأن أن قليلا على ضيفنا في جدة. اسمح لي دكتور نعود إلى هذه الجزئية إن أحببت. دكتور خالد بطرفي، أهلا، مرحبا بك مجددا، تأخرنا عليك قليلا. رأيك في توقيت طرح هذه المسألة، مسألة الجزيرتين والتوافق بين مصر والسعودية حول إعطائهما للسيادة ونقلها للسيادة السعودية، يعني لماذا ربط هذه المسألة بهذه الزيارة؟ والدكتور محمد بدأ يطرح سيناريوهات ربما طرحها بعض المحللين، ومنها سيناريوهات تتعلق بمسائل جيوستراتيجية مستقبلية تخص المنطقة عموما وليس فقط السعودية ومصر. تفضل. أنا أولا أتفق مع الدكتور محمد في أن هذه الأمور يعني لا تناقش بالتكهنات وبالتحليلات السياسية المعتادة في عالمنا العربي للأسف الشديد، ولا هي مسألة عاطفية. احنا نتكلم عن وثائق، كل طرف يقدم ما عليه من وثائق، ما لديه من وثائق، وتناقش هذه الوثائق من يعني قانونيين ومختصين، ونصل إلى النتيجة التي نصل إليها. هذه القضية ليست مفاجأة، يعني هي 6 سنوات وهي تدرس. لكن دكتور اسمح لي بالسؤال، لماذا هذه السرية الكاملة التي كانت تحيط بهذه الجلسات وبهذه الحلقات، بحلقات النقاش هذه، إذا كانت هناك لجان للخبراء، لجان اشتغلت على مدى أكثر من 6 سنوات كما علمنا، يعني حتى لو أخذت الجانب مثلا اللي هو المتعلق بتهيئة الرأي العام المصري، لأن هذا الاتفاق طلع فجأة وربط فورا يعني هذا السؤال أنه وكأنه القيادة الحكم في مصر يبيع أراضيه وما إلى ذلك. تفضل. يوجه إلى الحكومتين. لماذا هذه السرية؟ أنا أعتقد أن أي اتفاقيات ذات حساسية من هذا النوع تعالج عادة بسرية تامة قبل إطلاقها، وهذه ليست أول يعني حدود ترسم. المملكة رسمت حدودها مع اليمن، مع قطر، مع الكويت، مع العراق، مع الأردن، والآن مع البحرين، مع مصر، مع البحرين. فهذه القضايا عادة تبقى سرية حتى يصل الجميع، حتى نتفادى الضجة الإعلامية التي تحدث حاليا. هذا طبعا هذا رأيي، وأنا لا أمثل الحكومة، ولا أعتقد أن ضيفكم الدكتور محمد يمثل الحكومة المصرية. هذا توقعات. الشيء الثاني الأهم من هذا أن هناك وثائق. أنا شخصيا كنت أعلم من وزارة الدفاع السعودية منذ بدأت الصحافة 35 سنة عن هذه القضية، وأعلم أن المملكة كانت تحاول في كل مناسبة إثارة هذه القضية، لأنها عندها ما يثبت. يعني أن الملك عبد العزيز طلب من الملك فاروق في ذلك الوقت تأمين الحماية البحرية لهذه الجزر. لكن هذه الحماية المصرية البحرية التي طلب بها الملك عبد العزيز من الملك فاروق لم تكن بالسيادة السعودية، لأن الخطوط البحرية لم تكن يعني مرسمة، لم تكن مخططة، لأنه يعني بعد سقوط الدولة العثمانية لم يكن هناك وضوح قانوني. أنت لم تقاطع ضيفك أرجوك، لأنه كده تقطع حبل أفكاري.
نعم. أنا لدي خرائط بسيط. أمامي نعم. موجودة في الكونغرس، في خرائط الكونغرس الأمريكي، وأي واحد يستطيع أن يدخل الآن على جوجل، يدخل على موقع الكونغرس ويناظر الخرائط منذ العهد العثماني إلى يومنا هذا، أين تقع صنافير وتيران، كيف خططتها فرنسا، كيف خططها بريطانيا، كيف الأمريكان، الخرائط الدولية، الخرائط العثمانية والخرائط المصرية أيضا إلى ما قبل عام 1950 كانت أين. هذه بالنسبة للخرائط. بالنسبة للوثائق أنا لا أشك أن الحكومة السعودية قدمت ما يثبت. بالنسبة للتقسيم البحري أو الخط الإقليمي بين، إذا قسمنا البحر الأحمر في المنتصف نجد أن الجزر هذه يعني أنت تراها من تبوك بالعين المجردة، ما يحتاج. نعم. الجزر تقع في المياه الإقليمية السعودية. طيب. لكن نرجع للقصة التي حدثت وتراها من شرم الشيخ بالعين المجردة أيضا يا أستاذ خالد. لا، لأن شرم الشيخ على الخط المتوسط يا سيدي. أنت خذ البحر الأحمر، كيف تخطط الحدود الإقليمية بين بلدين؟ يأتوا إلى المنتصف ويرسموا الخط. يعني فشرم الشيخ نفسها في المنتصف. طيب. فيعني هذه واحدة. نرجع للوثائق التي لدى المملكة العربية السعودية. رحمه الله في عام 67 سمح للرئيس عبد الناصر رحمه الله بأن يستفيد من هذه الجزر لتعزيز موقفه مع إسرائيل، لأنها موقعها استراتيجي. فيعني كل هذا عموما إذا ثبت فعلا هذا الكلام الذي أقول، هل يبقى للإخوة المصريين أي احتجاج أو أي شك أن هذه الجزر سعودية وأعيرت إلى الإخوة في مصر؟ نعم. يعني هذا هو السؤال. طيب. فإذا المسألة كما ذكر الأخ محمد، وأتفق معه من البداية وأختلف معه فيما بعد في السيناريوهات التي ذكرها، لأنه هو بنفسه قال نعم. قال قبل أن نتكهن، هذا لا مجال للتكهنات، هي مسألة وثائق. دكتور خالد، ننتظر الوثائق ثم نحكم على هذا الأمر إذا كان فعلا هذه الجزر للسعودية أو للمصر. شكرا دكتور خالد. دكتور محمد، يعني مهما يكن من أمر فإن هذا الاتفاق، هذا التوافق المصري السعودي أصبح أمرا واقعا الآن، لكن لا يزال هناك انتقادات وجدل كبير في مصر، إلى درجة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أفهم من آخر الأخبار التي وردت منذ قليل، أنه الرئيس السيسي بصدد عقد لقاء مع بعض من يمثل المجتمع المصري، كما يقول أو كما يعني يقال لتبرير موقفه، أو يعني بالأحرى لشرح أفضل أكثر لهذه القضية. لكن السؤال دكتور محمد، يعني الاستحقاق الدستوري، هل سيمر هذا الاتفاق وسيحصل على مصادقات في مجلس النواب، في مجلس الدولة مثلا؟ طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي سيوقعه فيما إذا مر بكل هذه الاستحقاقات. يعني دستوريا هل ستجتاز هذه الاتفاقية الاستحقاق الدستوري؟ أنا أعتقد أنها مش هتجتاز ولا يمكن أن تجتاز، لأن الأرض ثابتة بكل الوقائع وبكل يعني المستندات وبكل الوثائق التاريخية. ويعني أنا بختلف طبعا مع ضيفك الكريم في المملكة حين يتحدث عن يعني الرجوع إلى الكونغرس ومكتبة الكونغرس والخرائط اللي موجودة في الكونغرس. العدو الرئيسي الذي يسعى لتفتيت وتقسيم المنطقة هم الأمريكان والصهاينة ويعني البريطانيين والفرنسيين، هم دول اللي فتتوا هذا الوطن العربي، وهم دول اللي قسموا هذا الوطن العربي. يعني المملكة تأسست يعني بعد ترسيم الحدود بتاع 1906، المملكة تم تأسيسها 1932، ولم نسمع حسا ولا خبرا عن يعني هذه الجزر إلا يعني في الفترة الماضية الأخيرة. خلينا نؤكد لك أن هناك تيار شعبي جارف في الشارع المصري يرفض التفريط في هذه الأرض، ولابد أنه يبقى بالفعل لأنه في تشكك كبير في علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية، لأنه في توافق كبير وشديد ما بينهما، وده الأمن القومي المصري. هذا هو الأمن القومي المصري. الأمن القومي المصري في خطر.
طيب دكتور محمد، عفوا اسمح لي بأن أوجه هذا السؤال أو ما يتفرع منه إلى ضيفنا في جدة الدكتور خالد. يعني الدكتور محمد تحدث عن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية القديمة في تفتيت المنطقة، فالسؤال هنا هل يعني التبعية الحديثة لهذه الجزيرتين، لهاتين الجزيرتين للمملكة العربية السعودية مؤشر على بداية التزام سعودي باتفاقية كامب ديفيد؟ أولا الأخ محمد يعني قال كلاما كثيرا أنا لو أستغرق وقت للرد عليه. قال أن هناك قواعد أمريكية في السعودية، وهو قد لا يعلم أن لا توجد قواعد سعودية في السعودية، وأنا أؤكد أنه لا توجد قواعد أمريكية في السعودية. لكن ثانيا قضية الجزيرتين تطرح تساؤلات جديدة دكتور. لا نعم. يعني احنا أصبح أمريكا وإسرائيل واللعنة على اليهود والكلام الفاضي ده، يعني أصبح في كل قضية عربية نقحم أمريكا ونقحم، يعني إذا كنا ننظر لها حتى لو أردنا أن نقحم إسرائيل ليست في مصلحة يعني هم مش أعداء يا أستاذ خالد؟ هل الأمريكان والصهاينة بقوا حبايبكم؟ أنتوا عايزين تمدوا، أنتوا عايزين تستولوا على الجزيرتين عشان تمدوا جسور مع، يبقى في حدود وجسور مع الكيان الصهيوني عشان يحميكوا هذا الكيان الصهيوني ويمدكم، يبقى في يعني اتصال مباشر ما بينكم وبين الكيان الصهيوني لمساعدات عسكرية ما بينكم وبين الكيان الصهيوني. هذا هو أو هذا التحليل هو الأقرب للصحة. المسألة مكشوفة والعدو الصهيوني هو عدونا الأول، وما تقولش عليه إن كلام فاضي. هذا هو الكلام الحقيقي. عدو هذه الأمة هو عدو الصهيوني. كل حكامكم وكل حكام الخليج منبطحين، وهذه هي الرجعية العربية الخائنة والعميلة التي وقفت لتعمل لصالح المشروع الصهيوني الأمريكي لتدمير. لم تتجهوا إلى فلسطين. الفتيات الفلسطينيات يدافعن عن فلسطين وأشباه الرجال لا يتوجهون إلى فلسطين. دكتور محمد إلى اليمن ووجهتهم إلى سوريا. هذا كلام مرفوض تماما ولا يمكن قبوله. دكتور محمد، داعي ضيفنا في جدة ربما يرد على هذا أو يواصل فكرته. دكتور خالد، يعني هذا هو الخطاب الناصري الذي أضاع سيناء وأضاع الجزيرتين للأسف الشديد. عندما كان أحمد سعيد يعلن من الإذاعة المصرية وكان هيكل يعلن في الأهرام أسقطنا 200 طائرة وأسقطنا 300 طائرة والقوى الرجعية والقوى المتخلفة، يعني هذا هو الخطاب الناصري الذي أضاع عن الأمة العربية. لكن خطابكم خطاب، لكن للأسف أنتم الذين تآمرتم على الأمة العربية تاريخيا، وأنتم الذين تتآمروا الآن على الأمة العربية. دكتور محمد، ستكون لك فرصة لرد. الدكتور، هناك مجال للترد على ضيفنا في جدة. لا يمكن أن أقبل التطاول على الزعيم جمال عبد الناصر ولا على الخطاب الناصري ولا على المرحلة الناصرية. دكتور محمد، نعم، جمال عبد الناصر هو الذي قاد الدفاع عن شرف. نعم دكتور، نحن نتحدث في آن واحد. دكتور محمد، عفوا، يعني لو سنستمر في التحدث في آن واحد، دع الدكتور خالد يكمل فكرته ثم ترد عليه. دكتور خالد، طيب. أنا أقول أنني لن أرد على هذا المشروع الناصري. ليس هذا موضوعنا ولا موضوع الحلقة، ليس كذلك. موضوع الحلقة هو هذه الجزر. وأنا أعود إلى كلامي هو في البداية. قال أن هذا قال كلاما عاقلا أحترمه، أن هذه القضايا هي قضايا قانونية، وفي مثل هذه الأمور نعود إلى الوثائق وننتظر حتى تشرح لنا الحكومة المصرية أو تظهر لنا صحة هذه الوثائق. نعم. ثم أن الخرائط التي تكلمت عنها هي خرائط عثمانية. هو الذي قال بهذا المنطق. على فكرة نستطيع أن نقول أن من حق أردوغان أن يطالب بمصر، لأن هذه الخرائط تثبت أن مصر كانت جزء من تركيا. فيعني حتى العودة إلى هذه الخرائط يجب أن يتم بحثها. ولكن بما أن هناك تعقيد دكتور خالد، صحيح أن هناك تعقيد في هذه القضية، تعقيد قانوني وغموض قانوني. نعم، هذا الذي أريد أن أقول. لكن هو يشكك في الخرائط الذي هو بدأ فيها. قال أن الخرائط العثمانية تقول، وأنا أقول الخرائط العثمانية يبدو أن هناك عدة خرائط. الخرائط التي أتحدث عنها موجودة بالدولة المصرية، موجودة داخل الدولة المصرية. دكتور خالد، دكتور خالد، إذا سمحت لي دكتور محمد اسمح لي بالسؤال آخر. ليس لدى الأمريكان ولا لدى الصهاينة ولا لدى بريطانيا وفرنسا. نعم،
يبدو أن موقفك السياسي وسائل واضح من داخلية، هذه أين المسألة. وثائقه؟ دكتور محمد اسمح لي بس بالسؤال، يعني لأن هناك نقاط عديدة جدا في موضوعنا حاليا والوقت قليل جدا. إيه هو ذنب الجسر، مشروع الجسر الذي ينبغي أن يقام أو سيقام بين المملكة ومصر؟ يعني انا ما اعتقدش انه مساله الجسر فيها. انا لا اعتقد ان موضوع الجسر ما بين مصر والسعوديه، وهو موضوع قديم، يعني لا يشكل اشكاليه بالداخل المصري. مصر يعني تتعامل مع المملكه العربيه السعوديه ومع الامه العربيه على انها يعني امه واحده. نحن نؤمن بالقوميه العربيه ونؤمن بوحده المصير العربي. على الاخوه في المملكه ان يدركوا هذا، وعلى ولا نرفض اي تعاون مع الامه العربيه ولا مع المملكه العربيه السعوديه على كافه المستويات، لكن مع الاحتفاظ بان الارض أرض مصرية. الخلاف على فكرة ليس على الجسر، الخلاف فقط على الجزيرتين. هذا هو الجدل الدائر الآن. طيب دكتور محمد، أرض مصرية ثابتة وضحت تاريخيا بالوثائق والمستندات. المناهج المصرية، في المناهج المصرية التي تدرس للطلاب عبر يعني عشرات السنين بتؤكد على أن الجزيرتين مصريتين. مش كده وبس، عندك في يعني جدارية مشهورة جدا في القصر الرئاسي وقف خلفها كل الرؤساء الذين كانوا في سنوات ماضية حتى من المملكة العربية السعودية. عليها هذه الجدارية اسمها القطر المصري، سجادة أثرية عليها الخريطة وفيها الجزيرتين بمعنى أنهم مصريتين. لماذا لم يزيلوا هذه الجدارية أو هذه السجادة التاريخية؟ نعم، أشكرك. السؤال الأخير للدكتور خالد ضيفنا في جدة. دكتور، هناك طبعا العديد من القضايا السياسية التي تهم البلدين، لكن السؤال يعني هل هيبقى في مشكلة التنازع عن الزعامة بين مصر والمملكة، أم أن يعني هذان القطبان الكبيران الأساسيان في المنطقة قادران على وضع يعني إنشاء مشروع عربي جديد، فكر عربي جديد يوحد ولا يفرق؟ طيب، بس نقطة صغيرة بقولها، إنه إحنا كأكاديميين لا يمكن أن نستشهد بأنفسنا. يعني أنا أقدر أقول إنه والله مناهجنا تقول وخرائطنا تقول، لكن هذه ليست شيء يرتكز عليه. أنت تحتاج إلى خرائط محايدة وليس إلى خرائط داخلية تدرس في المنهج السعودي أو المنهج المصري أو خريطة أنا حاططها في قصر الجمهورية. لا، تحدثت دكتور محمد إذا سمحت يا أستاذ، دعي دكتور خالد يكمل. انسحب يا أخي وخذ راحتك. دكتور خالد معك، أنت رجل أكاديمي، لسه معك أقل من نصف دقيقة، تفضل. المصري الناصري ملينا منه يا أخي. نعم. بالصراخ تريدون أن توصلوا إلى ما تريدون؟ اسمع مني يا أخي، سبحان الله. أنا أقول أن البلدين يعني أنا بسمعك بس قول كلام وبالمناسبة في الأيام الأخيرة من بعد 67 إلى 71 كان الزعيمان الملك فيصل وعبد الناصر قد وجد نقاط التلاقي مرة أخرى، وكان يقودان فعلا حرب المواجهة مع إسرائيل وحرب الاستنزاف، وهي التي بنى عليها أنور إذا سمحت لي أشكرك. يبدو أن الأزمنة قد تغيرت والظروف قد تغيرت إلى شيء آخر، ولكن على كل حال أشكركم على هذا الحضور والمشاركة معنا. نشكر ضيفنا من جدة دكتور خالد بطرافي الكاتب والمحلل السياسي السعودي، والشكر موصول لضيفنا في القاهرة دكتور محمد سيد أحمد أمين الشؤون السياسية في الحزب العربي الناصري. شكرا لك دكتور أيضا.